السلام عليكم واهلا بيكم. هو دكتور احمد الرئيس، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه والرياضيه. وفي فيديو النهارده انا هقول لك على اكلات عشان تفتح البشره وتجمل البشره. يلا بينا على الفيديو. هو في يا دكتور اكلات ممكن تخليني افتح بشرتي؟ يعني انا لو بشرتي سمراء ممكن تبقى بيضة؟ لا، بس في عوامل كده بيئية ممكن تخلي بشرتك أغمق من لونها الطبيعي. فاحنا بنتكلم في الفيديو النهاردة إن احنا هنرجع بشرتك للونها الطبيعي، ونشيل بقى المشاكل اللي فيها الحبوب، الشباب، التجاعيد، الكلام من دوت. الأكلات اللي احنا هنقولها إن شاء الله هتعالج الكلام ده خالص. أول حاجة، وركز لأنها مهمة قوي وناس كتير جدا ما بتعتبر لهاش، بيسمعها مني ويعدي ماشي اللي بعده. عايزين حاجة: المية. المية مهمة جدا 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 لبشرتك. خلايا زي اي خلايا في جسمك يعتبر 70% منه مية. فلما انت يبقى فيش مية، بشرتك جافة، طبيعي هيبدأ يبان فيها التجاعيد، طبيعي ممكن يطلع فيها حبوب. البشرة عمالة، الخلايا الخارجية او الابيديرمس بتحتك على طول، عمالة على طول. مفيش فيها مية، مفيش فيها حاجة اللي هي تغذيها. خلاص بتبدأ ان هي تموت، بتبدأ ان هي ما تبقى دبلانة، تبقى مش نضرة، بتبقى مش جميلة. فتلاقي الطبقة دي عمالة كل شوية تموت. لكن لما يبقى في مية ما تبقاش جافة، هتلاقي الموضوع بقى حلو جدا. هتلاقي الموضوع ما عادش فيه تجاعيد، ما عادش فيه خطوط، هتلاقي بشرتك بقت كويسة جدا. طب اعمل ايه يا دكتور؟ ما انا بشرب مية. لا، انت مش بتشرب مية، او بتشرب مية لما تحس انك عطشان. لكن انت لو عندك اهتمام ان انت تشرب مية علشان تخلي بشرتك كويسة، هتعمل مثلا تطبيق على التليفون يفكرك بشرب الميه كل نص ساعه. مثلا تلاقيه بعت لك اشعار او منبه ان هو اشرب ميه دلوقتي. في برنامج انا بستخدمه شخصيا على موبايلي، هسيب لك الصوره بتاعته. ده مش اعلان البرنامج ولا اي حاجه يعني، ده انا بقول لك لو حابب انك تعمل حاجه زي كده. تاني حاجه ممكن تعملها انها تفكرك انك تشرب ميه، ان انت تحط قدامك في كل الاماكن اللي انت بتقعد فيها ازايز ميه. مثلا انت بتشتغل على المكتب، مثلا بتشتغل في الاوضه الفلانيه او في المكان الفلاني، فجنبك ميه شايفها على طول فبتشرب على طول. فكر نفسك بالميه، حطها قصادك. اشرب قد ايه بقى يا دكتور؟ اشرب 3 لتر في اليوم. او في الحر اللي احنا فيه دوت ممكن تاخد 4 لتر، كمان 5 لتر. يعني لو كترت مش هيبقى فيها مشكله. يعني ما فيش حد اظن هيقدر ان هو يشرب 20 لتر في اليوم. انت تموت فيها دي. بس يعني لو قلنا 4 لتر، 5 لتر، 6 لتر، في حاجه كويسه جدا ومفيده جدا. وده كانت اول حاجه لازم تنتبه ليها كويس. بس انت يا دكتور ما قلتش ميه، انت قلت اكلات. هي الميه بتتاكل؟ يا عم كل بطيخ، ما هو البطيخ دوت اكلات اهوت وفيها ميه. هياها. انا الفكره بس ان انت تبقى فاهم المبدأ اللي انا ماشي عليه. كل الاكلات اللي فيها نسبه ميه عاليه زي البطيخ يعتبر كله ميه. فلو اكلنا بطيخ كاننا شربنا ميه. هياها نفس الدايره المغلقه. وانت بقى اللي بذكائك كده تعرف انا عايزك تاكل الاكل ده ليه. ناكل البطيخ علشان الميه. كده احنا خلصنا اول حاجه. وتاني حاجه وهي: انا يا دكتور بشرتي كويسه جدا، بس لما بكون بقى ايه عندي مشوار مهم او ميعاد مهم او مقابله بيبدا يطلع لي حبوب. بحس ان بشرتي كده مش كويسه ومش حلوه ومش عارف ايه. كتير الستات اللي بتشتكي في المشكله دي. او لو انت مثلا عندك مقابله مهمه وعايز يبقى شكلك انيق كده وزي الفل، بتلاقي على طول طلع لك حبوب، فتستغرب هو ايه اللي حصل. اللي حصل ان هرمونات جسمك اتلخبطت شويه. الكورتيزول عندك اترفع، هرمون التوتر، الضغط، الاسترس. فلما الهرمون ده بيزيد بيبدأ جسمك ان هو يعمل حبوب في البشرة، او يبدأ جسمك ان هو كل حاجة عامة في جسمك بتبوظ. يعني فاهمني، جسمك بيحس انت في حالة طارئة، فبيبدأ بقى يحصل حبوب، حب شباب، مش عارف كلام من دوت. وده حقيقي على فكرة. فانك تتحكم في هرمونات التوتر بتاعك والقلق والخوف والكلام من ده بيحسن بشرتك بنسبة كبيرة جدا. فلو انت طبيعة عملك ان انت محطوط تحت ضغط على طول، فهتلاقي ده طبعا بشرتك مش في احسن حالاتها. مفيش نضارة كده، مفيش البشرة اللي عارف انت تحس ان هي نقية. لا، دايما بتلاقي ان بشرتك بايظة على طول، في مشاكل، في حبوب. فاهدى كده، ويعني بلاش ستريس وضغط. طب ايه الاكل اللي ناكله بقى عشان يقلل لنا الاستريس والضغط؟ ممكن تاخد الاشواجندا. الاشواجندا ممكن تلاقيها في الصيدليات او عند العطار او محلات المكملات الغذائيه. الاشواجندا بتقلل الاستريس والتوتر بنسبه كبيره جدا، واتعمل عليها دراسات وفعلا بتقلل التوتر. وانا كنت مشيت عليها فتره ولا كانت هدت الواحد، وكان فعلا الواحد حاسس بان هو قادر يتحكم في التوتر في حياته او في الاسترس في حياته. كانت الدنيا معاها نتيجه جباره يعني. طب لو انا مش عايز اجيب الاشواجندا، خلاص يبقى امشي على الحل اللي انا فهمته لك، اللي انا ما توترش، احاول ان انا ابقى هادي كده في امور حياتي، ابقى بتعامل بهدوء عشان بشرتي. فكل حاجة سبحان الله مترتبة في جسمك بالهرمونات. الهرمونات لو
اتقلبت او الهرمونات حصل لها لخبطه، هتلاقي البشره عندك مش تمام، عضلاتك ممكن تخسها، جسمك مش احسن حاجه. وممكن ندي مثال على كده، الناس اللي هي بتلعب في هرموناتها، لاعبي كمال الاجسام اللي بياخدوا كورسات هرمونات، وتلاقيه واخد التستوستيرون رافعه في السماء، وبياخد هرمون ايه وهرمون ايه وهرمون ايه، بتلاقي ان بشرته بدأ يظهر فيها حبوب كبيره وشكلها مش حلو. طب ايه دخل الحبوب ديت؟ ده الراجل بياخد هرمونات تستوستيرون وذكوره وكلام من ده. اي لخبطه في الهرمونات بتبوظ البشره. كل حاجه مربوطه ببعضها في جسمك. فزي ما قلت لك، خد بالك من التوتر. عايز تجيب اشواجندا هات، او لو مش هتجيبها يبقى امسك نفسك كده متتوترش. وده كان تاني حاجه. نخش في تالت حاجه، وهي الصيام المتقطع. الصيام المتقطع، يا دكتور انا مش عايز اخس، انا دخلت على فيديو غلط ولا ايه؟ انا عايز بشرتي تبقى كويسه. بشرتك هتبقى كويسه لما تبطل اكل. ده انت كاتب في الفيديو اكلات، فين الاكل؟ انا بكلمك هنا بان انت فاهم الكونسبت نفسه او المبدأ العام نفسه، ان فعلا في اكلات انا ممكن اكلها علشان تحسن من بشرتي، بس في نفس الوقت الاكل نفسه، وان الجسم دايما على طول في مرحلة اكل، او دايما على طول الجهاز الهضمي شغال والمعدة شغالة والامعاء شغالة، الجسم مش هيبقى فاضي ان هو يشوف البشرة عاملة ايه، يشوف الحبوب اللي طالعه لك ديت يحسنها، يعمل عمليه فاجوسيتوزس، او اللي هو الخلايا اللي بتاكل الخلايا اللي ماتت، او الخلايا اللي عايزه تتجدد فنبدا ان احنا نجددها. لا، هو مشغول بالمعده والجهاز الهضمي والكبد والكلى وانت عمال تاكل كل شويه، كل ساعتين عمال تاكل، كل ساعه عمال تفتح الثلاجه تاخد حاجه، سكريات، كربوهيدرات، بروتين، دهون. فهو مش فاضي، عايز يشوف الدنيا دي، عايز يشوف الاكل اللي انت بتعمله له دوت، اذا كان هيطلع مواد تالفه، اذا كان هيستفيد بالمواد ديت. فوقف الكلام دوت، سيب جسمك ياخد فتره من الهدوء ان هو يعمل حاجه اسمها فاجوسيتوزس. في ابحاث كتير اتعملت على عمليه الفاجوسيتوزس ديت، او عمليه اللي هو جسمك بيحاول يتخلص من المواد التالفه اللي فيه في فتره الصيام. لما بتبدا ان انت تصوم، سبحان الله، صيام كده، بيبدا جسمك يفوق بقى الخلايا التالفه اللي جواه، ويبدا يشوف الخلايا اللي عايزه تتجدد، التجاعيد ديت، الخلايا البشره اللي اتهدرت خلاص، نبدا نبني طبقه جديده تبقى شكلها احسن. لكن طول ما انت بتاكل مش بيحصل العمليه دي، بتقف على طول. طب انا مش عايز اخس، افرض يا دكتور انا اصلا وزني رفيع، هعمل صيام متقطع هخس اكتر، انا عايز البشره. مش شرط تعمل صيام متقطع وتمنع نفسك من الاكل، انت ممكن تعمل صيام متقطع بس في نفس الوقت تاكل في فتره الافطار بتاعك وجبات كويسه، وجبات كبيره، وجبات يعني نفس السعرات الحراريه اللي انت محتاجها في يومك. فطبيعي انت كده مش هتخس، انت كده هتاكل نفس الاكل بتاعك. يعني على سبيل المثال، الصيام المتقطع اليوم مثلا انا هصوم 16 ساعه، منهم ساعات نومي، و8 ساعات هفطر فيهم. ال8 ساعات دولت انا هاكل فيه الاكل اللي انا باكله عادي في يومي، اللي هو ال 24 ساعه عادي خالص. فساعتها انا وزني ثابت زي ما هو، بل ممكن ازيد اصلا. وفي نفس الوقت انا استفدت من عمليه الصيام المتقطع، ان انا بشرتي بقت انقى، جسمي بيخلص من الخلايا اللي مش كويسه اللي هو مش عايزها. وفي نفس الوقت هحس انا بصحه كويسه بشكل عام في بشرتي بشكل عام، وفي شكلي بشكل عام، وهتلاقي بشرتك بقت احسن، ومفيش حبوب ومفيش تجاعيد، كل حاجه بتبقى كويسه جدا. بس وده كان كل الكلام فيديو النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه. ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.